هلا شعب شمال وشرق سوريا إنه من كل الشعوب من كل المكونات تحتوي، وهاي الهجمات اللي عم تصير تعتبر كإبادة لجميع الشعوب. من عام 1915 كان عملت إبادة للشعب المكون الأرمني، وهاي السنة عم ترجع تعيد الإبادة اللي كان عملته بعام 1915 ضد جميع المكونات. ونحن كشعب أرمني عم ننظم حالنا بشمال وشرق سوريا، وما نقبل الدولة التركية ترجع تعيد المجازر اللي عملتها بعام 1915. الدولة التركية عم تستهدف الأماكن الخدمية بشمال وشرق سوريا وهدفها تكسر الإرادة اللي عند الشعوب. عم تستهدف الآبار النفطية والمراكز الغاز وغيرها. ام فان إيريشي هوفانا دولة تركي ام شرمزاد دكن ونعلد دكن ام بجند جمني ما حرقو زورا ويدره نما كاره برصفة سركفتني ما بدش سركفتني ما بين الفيدا ام كاري خد كن كاري ما سركفتي ام بيش كتنه هم برفان سركفتنا زورا ويدرنا ما زانوي تشبك دزفان إريشي خواني هوفانا دكه سر جي نفطيل جي مدنيا دخه تخوازه ما بترسينه تخوازه ام فجرن ام جي خضرونين ام بس كار بكن بس شاشه او تشقيسي إيريش بك ام ولو خرد بن ام زانن زورا ويتشويه ام بهتر تنجريدان ام وكرد وعرب وسريان بهتر ام دسي هفدود جرن وام دبن يك وام هم برفان إيريشات سكنه. هذه الهجمات تسير على نفس النهج لضرب المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب البنى التحتية وإلحاق الضرر بالسكان الذين يعيشون في هذه المنطقة أو الذين يعملون بهذه الدوائر الرسمية. إن ضرب هذه الدوائر يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسكان وازدحام الوضع الاقتصادي. طبعا سياسة تسير على نهج قديم في ضرب البنى التحتية وضرب مشروع الأمة الديمقراطية، فإن مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل الأمثل لاستقرار المنطقة وأمنها وأمانها. طبعا هذه الهجمات برأيي الشخصي تضرب أو بمعنى آخر هي محددة لثورة المرأة، فالمرأة قامت بعدة مشاريع وقامت بالعمل بجميع المجالات وأصبح لها مجال بالعمل السياسي والدبلوماسي. ونحن كنساء مناطق شمال شرق سوريا ندين هذه الهجمات لأنها لا تمد الإنسانية بالصلة ولا وتقوم بجميع أعمال العنف للسكان. وبرأيي الحل الأمثل لهذه أو القضاء على هذه الهجمات هي تكون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. نحن كمكون سرياني نحكي كوجهة نظرنا، وكون نحن متواجدين ضمن مكونات هاي المنطقة والمؤسسين كمان الإدارة الذاتية، نرفض يعني جملة وتفصيلا هذه الهجمات العدوانية على مناطقنا وعلى شعبنا طبعا وعلى المنشآت الخدمية التي تخدم شعبنا. هي طبعا الدولة التركية هي من أهم أهدافها طبعا إسقاط هذه الإدارة الذاتية، وتحاول بشتى الوسائل على إسقاطها. فنحن خلال مسيرة سنوات طويلة على إنشاء هذه الإدارة وتأسيس هذه الإدارة قدمنا شهداء طبعا بالآلاف من جميع المكونات، وساهمنا في تأسيس هذه الإدارة بمساعدة تضامن جميع المكونات وإيد بإيد طبعا، وضمن العقد الاجتماعي تم تأسيس هذه الإدارة الذاتية. وإلى الآن طبعا وبالرغم من كل هذا العدوان وهذه الهجمات ضد هذه الإدارة، لكن ما تزال الإدارة الذاتية تقف على إجريها وتواجه كل عدوان يتصدى لها. فنحن نتصدى لكل هذه العدوان، وطبعا نحن كشعوب موجودة بهذه المنطقة نرفض أي عدوان من أي جهة كانت، وطبعا ندافع بكل ما نملك من قوة، وسنبذل الدماء طبعا لنتصدى لهذه العدوان.